السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبطال برايمري 5. أخباركم إيه؟ أهلا بيكم في قناة ماس إكسبريس مع أول لسه النهاردة في السكند تيرم. هنبدأ في البري ستادي. هنتعلم أو هنفتكر مع بعض الإيكويفالنت فراكشن والسمبلست فورم. طيب معنى كلمة equivalent يعني two fractions are equal but different numerator and denominators. تمام؟ تعال نشوف إزاي كنا بنجيبها قبل كده. هنا في الإكزامبل ده بيقول لي هاني cuts his pizza into four equal slices. Okay, and his sister Noha cut her pizza into eight equal slices. يبقى أنا عندي two pizza. الفيرست pizza divided by 4 يبقى ال denominator 4. والسكند pizza divided by 8 يبقى ال denominator 8. فبيقول لي after eating some slices were left as shown. بعد ما أكلوا بقى في هنا left 1 2 3 يبقى هاني عنده 3 left ونهى عندها 1 2 3 4 5 6. فهنا الكويستشن بقى بيقول لي 3 over 4 is equivalent to 6 over 8. الايكويفالنت هنا معناه ان هنا الملتبلاي في حصل ملتبلاي للنومينيتور والدينومينيتور باي ذا سيم نمبر. فلما نيجي نركز كده مع بعض هنلاقي ان ال 3 دي times 2 equals 6 multiply the same في الدينومينيتور by 2 برضو هتبقى 4 multiply 2 equal 8. يبقى فعلا ال 3 over 4 equal 6 over 8. يبقى الاثنين دول نقدر نقول عليهم equivalent fraction. تمام. عندي more than examples هنا يقدر يفهمني اكتر يعني ايه equivalent fraction. لو جينا بصينا على two circles دول هنلاقي ان ال first circle دي divided by 2 and colored 1 then 1 over 2 and second circle divided by 10 يبقى denominator 10 و colored 5 يبقى numerator 5 then 1 over 5 equal 5 over 10. Why? Because multiply by 5 numerator and denominator then equal 5 over 10. ممتاز. تعال نشوف ال two rectangles التانيين. هنلاقي إن ال first rectangle ده divided by 3 and colored 2 then 2 over 3 وال second rectangle ده divided by 6 يبقى denominator 6 and colored 4 يبقى 4 over 6. Okay, why? Because multiply by 2 numerator and denominator then equal 4 over 6. تعال نشوف ال two rectangles دول. هنلاقي إن ال first rectangle ده divided by 5 1 2 3 4 5 and colored 4 then 4 over 5 والسكند rectangle ده divided by 10 وcolored 8 يبقى 8 over 10 multiply by 2 4 by 2 equal 8 and 5 by 2 equal 10. بمعنى كلمة equivalent fractions multiply numerator and denominator by the same number non-zero. يعني نعملهم multiply نفس الرقم وزود زيرو يعني مش هينفع نعمل multiply زيرو. تمام؟ فهنا بيقول لي how to find equivalent fraction to give a give one. يعني هو هيديني واحدة وأنا أقدر أطلع منها equivalent fractions. فبيقول لي إزاي بقى؟ بيقول لي to get an equivalent fractions to given one you can multiply or divide مش plus و minus plus both of numerator and denominator by the same non-zero number. يعني تعملهم by any numbers but the same numerator and denominator non-zero. تمام؟ بيقول لي find four equivalent fractions to 8 over 24. أنا محتاج منك 4 equivalent لل 8 over 24. تمام يبقى دي الستارت اللي أنا هبدأ من عندها عشان أجيب 4 equivalent fractions. وخلي بالك إن هو سايب لي هنا إن أنا أعمل اللي أنا عايزه. يعني مش مديني نومينيتور فحاكمني إن هو عمل multiply أو divide. لا ده براحتك خالص بقى. طيب إزاي نجيب ال equivalent fractions لل 8 over 24؟ إحنا قلنا لا إما multiply لا إما divide. طيب فهيجي حد يقول لي مثلا خلاص انا هعملها ملتبلاي 2. اوكي اعملها ملتبلاي 2 ما ينفعش طبعا نعمل باي 1 لان باي 1 هتدينا ايكوال ات سيلف ده كده مش ايكوفلنت. كده ما تعبتش في حاجه. تمام. طيب هتبقى 8 ملتبلاي 2 ايكوال 16 و 24 تايمز 2 ايكوال 48. تمام صح مش غلط ليه لان هي ايكوفلنت. تمام. طب انا محتاج لسه في 3 فراكشنز انا محتاج اجيبهم. طيب تعالى نغير الملتبلاي ونخليه ديفايد. لما تكون الفراكشن بتاعتك كبيره حاول تعمل ديفايد. فلما نيجي نركز كده ال 8 وال 24 الاثنين common multiple 2 موجودين في تيبل 2 صح؟
وكمان common multiple 4 وفي تيبل 4، وكمان common multiple 8 وفي تيبل 8. يبقى انا اقدر اخد واحد من التيبلز دي اعملها ديفايد. تمام. ركز معايا كده. لو احنا اخترنا تيبل 2، عملنا دي divided by 2. اوكي. فلما نعمل 8 divide by 2 يدينا 4. 24 divided by 2 equal 12. اوكي تمام. طيب انا محتاج اجيب الثيرد فراكشن دي. طيب انت معاك 3 تيبلز اهو، غير الديفايد خليه ديفايد باي 4. على هنا اعمل divided by 4. هتبقى 8 divided 4 equal 2. ممتاز. 24 divided by 4 equal 6. ممتاز. باقي لي واحدة، أغير الديفايد 4 وأخليها ديفايد 8. هتبقى 8 divided 8 equal 1. و 24 divided by 8 equal 3. يبقى أنا قدرت أجيب له ال 4 equivalent fractions بكل سهولة by using multiplication and division. بس هنيجي في التشيك. هو هنا بيقول لي complete the following. مديني ال first fractions 2 over 8، ومديني السكند fractions فيها missing في الدينومينيتور. بس الميزة هنا إن أنا أقدر أبص على النومينيتور وأعرف from 2 to 6 يبقى multiply by 3، يبقى 8 times 3 equal 24 على طول. تمام تمام. تعال نشوف اللي بعدها. هنلاقي إن الفراكشنز اللي بعدها الميسنج يبقى نومينيتور. مفيش مشكلة. تعال نبص from 8 to 16. من ال 8 لل 16 times 2 يبقى على طول 2 multiply 2 equal 4. ممتاز. طب تعال نشوف اللي بعدها. ال 8 بقت 4. ايه ده؟ ده ال 8 عشان تكون 4 يبقى division. طب ازاي نجيب الديفايزر اللي هنا؟ لو انا عملت 8 divided by 4 هتدينا 2. يبقى هو عمل divide by 2، يبقى 2 divide 2 equal 1. طيب انهي واحدة في دول اقدر اقول عليها simplest form قبل ما اجيب الفورث fraction دي؟ يعني ايه simplest form؟ يعني لازم يكون الكومن في النومينيتور والدينومينيتور 1. يعني الفراكشن بتاعتي لما اجي اعمل لها ديفايد مش هقدر اجيب اي رقم غير ال1. فانهي واحدة في دول بقى اقدر اقول عليها simplest form؟ ممتاز، ال1 over 4. صح. ليه بقى ال1 over 4؟ لأن الكومن بين ال1 وال4، لو أنا جيت أدور على الكومن هلاقي إن الكومن هو 1. يعني ما ينفعش أعمل دي ديفايد 2. هي ال4 ينفع بس ال1 ما ينفعش، فإحنا قلنا باي ذا سيم نمبر لازم يكون نفس الديفايد في النومينيتور والدينومينيتورز. فهلاقي إن الاثنين كومن مالتيبل اوف 1 موجودين في تيبل 1، فهتطلع اتسيلف. يبقى هو ده اللي أنا أقدر أقول عليه سمبلس فورم. وده الجزء اللي إحنا هنروح له كمان شوية. تمام. يبقى من السمبلست فورم دي اقدر اجيب الفورث فراكشن، اعملها بقى تايمز 2 تايمز 3 تايمز 4 تايمز 5. اوكي. يبقى لما نيجي نعملها ملتبلاي 5 هتبقى 1 باي 5 5، و 4 باي 5 ايكوال 2. تمام. يبقى الايكويفالنت فراكشن هي مرتبطه بالسمبلست فورم. تمام. بس معنى كلمه سمبلست فورم ان لازم تكون الفاينل ريزلت بتاعتي الكومن فاكتورز بين النومينيتور والدينومينيتور 1. تعال نشوف اللي بعدها. 12 over 18 equal 6 over missing. طيب من ال 12 لل 6 ده decrease، يبقى في divide. لو انا عملت 12 divide 6 يطلع 2، يبقى هو بيعمل divide by 2. يبقى على طول 18 divided by 2 هتكون equal 9. يبقى انا كده قدرت اجيب الميسنج في الفيرست فراكشن. يعني نجيب الميسنج في السكند فراكشن. تمام. طيب from 18 to 6. يبقى من ال 18 ل 6 اعمل 18 divided by 6 equal 3. يبقى هنا الديفايزر 3. يبقى هنا على طول اعمل 12 divided by 3 equal 4. تمام ممتاز. طيب في حد من ال 3 fractions اللي قدامك دول اقدر اقول عليه سامبلز فورم؟ ولا واحده فيهم. ليه؟ لان لسه اصلا ليهم ديفيجن. لسه في كومن ما بين النومينيتور والدينومينيتورز في كل فراكشن فيهم. تمام. طيب تعالى نرجع تاني لل 12 over 18. هو اول واحد عمل divide by 2، تاني واحد عمل divide by 3. طيب ايه الكومن تاني ما بينهم؟ ينفع نعملهم divided by 4؟ مش هينفع. ليه؟ ال 12 بس ال 18 لا. طب الاثنين كومن مالتيبل اوف 5؟ طبعا لا، لان المفروض ان تيبل 5 لازم يكون الوانس 0 او ايه؟ او 5.
طب الاتنين common multiple 6 مظبوط، لأن ال 12 هي 6 times 2 وال 18 6 times 3. يبقى الاتنين common فين؟ في ال 6، يبقى نعملها divided by 6. يبقى 12 divide 6 equal 2 and 18 divide 6 equal 3. هي دي بقى اللي أنا أقدر أقول عليها simplest form، لأن الكومن ما بين ال 2 وال 3 هو ال 1. تمام؟ طيب بيقول لي choose the correct answer. 3 over 4 equal missing over 24. طبعا هنبص على الجيفن denominators من ال 4 لل 24 times 6، وعلى طول 3 times 6 equal 18. نيجي في الميكسد نمبر، هنلاقي ان هو بيقول لي if 2 and 5 over 7 equal 2 and 10 over b then b. هو هنا محتاج b اللي هو الدينومينيتورز بس، خلي بالك. تمام. فلما نيجي نبص هنلاقي ان الهول نمبر ما اتغيرش 2 2 على طول. لو احنا بنعمل equivalent fraction لايه؟ للفراكشن مش للهول. فال 5 بقت 10 يعني multiply by 2، يبقى 7 by 2 equal 40. نيجي في اللي بعدها بيقول لي the fraction 6 over 8 is equivalent to. طيب دي محتاجة منك انت شوية steps. يا ترى ال 6 over 8 equal 26 over 28؟ اصلا في حاجة في table 6 تديني 26؟ طبعا لا. طب يا ترى هي equal 3 over 6؟ تعال نشوف كده من 6 ل 3 divide by 2. طب لو انا عملت هنا divide by 2، 8 divide 2 6، لا يبقى not equal. طيب ال 6 over 8 يا ترى هي equal 12 over 16؟ تعال نشوف كده from 6 to 12 multiply by 2، يبقى 8 by 2 equals 16. right، يبقى هي دي. تمام. تمام. تعال نشوف السمبلس فورم. احنا اتكلمنا من شويه قلنا ان السمبلس فورم ده امتى اقول ان انا خلصت. بيقول لك when the only common factor of numerator and denominator is 1. لما يكون ال common factors between النومينيتور والدينومينيتور 1 تقول ان انت خلصت على طول. تمام. طيب تعال نشوف اول سؤال. بيقول لي write each of the following fractions in the simplest form. خلي بالك simplest form معناها يعني divide. فانت عنها عندك 24 و 32. كل اللي مطلوب منك ان انت تجيب common vectors. يعني ايه vectors؟ يعني المفروض ان ال 24 دي equal 1 by 24، ده كده اسمهم vectors. ايه كمان؟ 2 multiply 12، ممتاز. ايه كمان؟ 3 times 8، 4 times 6. يبقى كل دول اسمهم vectors of 24. تمام. طيب تعالى نجيب vector 32. ايه vector 32؟ 1 by 32. ادام even ال 32 دي even يبقى 2 times 16. طيب موجوده في تيبل 3؟ لا. تمام. طب موجوده في تيبل 4؟ 4 by 8. طب موجوده في تيبل 5؟ لا. ليه؟ عشان ال 1 2 مش 0. يبقى هنا على طول الكومن فاكتورز هيكون 1. خلي بالك انا هطلع لك كل الكومن، و2، وايه كمان، و4، وايه. انا محتاج ايه؟ محتاج حاجه اسمها simplest form. السمبلست فورم معتمد على الجي سي اف، اكبر كومن عندك. فايه اكبر كومن عندك؟ ال8. يبقى هنعملهم الاثنين divided by 8 على طول، يطلع لي الانسر. يبقى 24 divided 8 equal 3. 32 divided 8 equal 4. يبقى هنا السمبلست فورم 3 over 4 وانت مطمن. طيب تعالى في اللي بعدها. بيقول لي 7 14 over 49. خلي بالك ان انا الهول نمبر ماليش اي علاقه بيه، انا هكتب ال 7 زي ما هي. انا بعمل سمبلست فورم للفراكشن بس. تعالى نجيب فيكتور 14. يعني 1 times 14. ايه كمان؟ 2 times 7. خلاص تعالى نجيب 49. اول حاجه 1 by 49. احنا طبعا عارفين ان ال 1 is common vector of any number. تمام. ايه تاني دي 49؟ 7 times 7. تعالى نطلع الكومن كده. لما نيجي نطلع الكومن طبعا ال 1 اول حاجه، بعد كده ال 7. يبقى هنا على طول هطلع من هنا اقول له ان الجي سي اف هنا
هيكون ايه 7. يبقى هنا نعمل divide by 7. divide by 7 يبقى 14 divide 7 2 و 49 divided by 7 equal 7. يبقى هو ده السمبلست فورم. يبقى أسرع طريقة إنك تحل بيها المسألة إنك تجيب الفاكتورز التو نمبرز وتختار منهم الجي سي ام. تمام؟ طيب نيجي في التشيك. بيقول لي write each of the following fractions in the simplest form. يلا نحولهم ل simplest form. طبعا ال 16 وال 20 لو احنا كتبنا فاكتور 16 هتبقى 1 by 16 2 times 8 4 times 4 وخلاص. تعالى نكتب فاكتورز 20. 1 multiply 20 2 times 10 و 4 times 5. ايه الكومن بقى between ال 16 وال 20؟ طبعا ال 1 وال 2 وال 4. يبقى على طول نعمل الاثنين divided by ايه؟ by 4. يبقى 16 divided 4 equal 4 و 20 divided 4 equal 5. يبقى 4 over 5 ده السمبلست فورم. تمام؟ تعال نشوف اللي بعده. ال 18 وال 24. طبعا لو كتبنا فاكتور 18 هتبقى 1 times 18. ايه تاني؟ 2 times 9 3 times 6. تعال نجيب ال 24 تبقى 1 multiply 24 2 times 12 3 times 8 4 times 6. تعال نختار الكومن. الكومن طبعا 1 وبعدين 2 3 و 6. يبقى الاثنين divided by 6. يبقى 18 divided by 6 3 و 24 divided by 6 4. يبقى 3 over 4 is called simplest form. اتفقنا ان في الميكسد نمبر احنا بنسيب الهول نمبر مش هنغير. تمام؟ احنا بنعمل simplest form للفراكشنز بس الفراكشن دي سهله ليه؟ when we see the numerator half denominator اول ما تشوف ان النومينيتور ده half الدينومينيتور ده يعني مش ال 6 half ال 12 مظبوط يبقى الانسر 1 over 2 على طول وانت مطمن. تمام؟ تعال نشوف اللي بعده. بيقول لي the simplest form of 12 over 18. هنبدأ نشوف الكومن. طب خليك مثلا انت ال 12 وال 18 دول عملتهم الاثنين divided by 2 مثلا. ما هم الاثنين فعلا موجودين في table 2. فبقى 12 divided 2 equal 6 و 18 divided 2 equal 9. طيب ممكن يكون مديك هنا 6 over 9 على فكرة بس هو مش مديها لك. ليه؟ لأن أنت حظك كويس إن 6 over 9 دي ما أقدرش أقول عليها simplest form. أي ليه؟ لأن ال 6 وال 9 الاثنين common multiple of 3. الاثنين لسه موجودين في table 3. فلازم نعمل 6 divided 3 equal 2 و 9 divided 3 equal 3. فلازم الانسر بتاعتي تكون 2 over 3. يبقى لو انت عملتها divide by any number لازم تتأكد ان هو ملوش divide تاني. طيب تعالى هنا بقول لي 16 over 20 is a over 5. طبعا هنلاقي ان الموضوع هنا اسهل لان هو هنا محدد لي ان ال 20 بقت 5. فلو عملت 20 divided 5 تبقى 4. يبقى هو بيعمل divide 4. يبقى 16 divided 4 equal 4. يبقى ال A 4. بيقول لي the simplest form of 5 10 over 15. الهول نمبر هيتني زي ما هو خلي بالك. وتعالى نشوف بقى ال 10 وال 15 دول. طبعا دول اسهل حاجه لان الوانس لما بيكون 0 يبقى الاثنين مالتيبل اوف 5. يبقى تعمل 10 ديفايد 5 2 و15 ديفايد 5 3. تطلع 5 2 over 3. تمام. طيب. طبعا دي بقى more than exercises ممكن نحل شويه مع بعض واسيب لك الباقي لو في حاجه وقفت معاك ابعت لي على طول في الكومنتس. يلا بينا. بقول لي the fraction 3 over 7 is equivalent to. يا ترى 3 over 7 equivalent لمين في دول؟ لو احنا جينا في اول واحده كده خدناها واحده واحده. ال 3 طبعا ما اقدرش اعمل لها تايمز تدينا 13 يبقى دي فولس. طب تعالى في تاني واحده ال 3 نقدر نعملها ملتبلاي كام ايكوال 15 تايمز 5. ممتاز. طب 7 تايمز 5 35 مش 21. يبقى دي مش معانا.
خش على بعدها 3 equals 31. then 3 multiply كام equals 31؟ مفيش. يبقى هي مفيش غير آخر واحدة. وتعالى نتأكد إن أنا لو عملت 3 times 2 6 و 7 times 2 14. ممتاز. ها بيقول لي the simplest form of 6 over 12. خلي بالك إن دي لسه حلنا من شوية. قلنا أول ما تشوف إن النومينيتور half الدينومينيتور يبقى الأنسر 1 over 2 على طول. اللي بعدها بيقول لي if 2 5 over 8 equal to x over 4. هنا هو محدد لي على طول المالتبلاي اللي حصل في الدينومينيتور multiply by 5. يبقى على طول 5 by 5 25. بيقول لي the fraction 12 over 18 in the simplest form. عايزين نعمل لها simplest form. تمام. تعالى نعملها برضو لسه حلنا من شويه. لو عملناها divided by 2 هتبقى 12 divided 2 equal 6 و 18 divided 2 equal 9. فمش هنلاقي 6 over 9 لان لسه في simplest form زي ما قلنا divided by 3. خلاص تبقى 6 divided 3 2 و 9 divided 3 3. تطلع 2 over 3. Which of the following is equivalent to 5 over 6؟ هو محتاج ال equivalent ل 5 over 6. تعال نشوف 5 over 6 دي. لو بدأنا بالletter دي هنلاقي إن من 5 عشان تكون 20 اتعملت times 4. then 6 times 4 equal 24. مظبوط. نيجي في letter F. يقول لي 2 over 5 equal point over 15. هنا ده أسهل لأن من ال 5 لل 15 times 3 يبقى على طول 2 times 3 equal 6. يا شباب هستنى منكم في الكومنتس أي سؤال أنتوا مش عارفينه عشان نجاوبه مع بعض. يلا بالتوفيق إن شاء الله وأشوفكم في السيشن اللي جاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.